السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهاردة أخوانا إن شاء الله هنتكلم عن مدفع رمضان اللي كنا بنعمله زمان وإحنا أطفال صغيرين، بس إن شاء الله هنتكلم عليه شوية بالتفصيل للي هيحاول وعايز يعمل مدفع رمضان. ده سيخ حديد ومعانا مسمار تخين شوية، أنا جايبه تخين شوية، أنت ممكن تجيبه أرفع شوية مفيش مشكلة. بعلم دلوقتي عليه كده على سبيل احدد نص المسمار بالظبط عشان اعمل الخرم بتاعي اللي انا هعمله بتاع المدفع. بعلم بالظبط وهبتدي بعد كده اعلم بمسمار مكان ما هخرم في المسمار ده. وان شاء الله هوريكم برضو انا هخرم خرم من هنا وخرم من مسمار من تحت، وهقول لك ليه كمان شويه. انا علمت خلاص العلامه اهو. هبتدي بالسنبك اهوت والشاكوش اعلم مكان ما هخرم عشان يسهل معايا عملية الخرم بتاع المسمار. على فكرة المسمار انت ممكن تجيب مسمار ارفع منه شوية او ما كده، يعني مفيش اي مشكلة. انا بس جايب مسمار تخين عشان التصوير يبان اكتر للناس يعني. هنخرم مكان ما علمت. الاول لازم نخرم ببنطة رفيعة على سبيل تسهل معنا عملية الخرم، وبعد كده بنحط بنطة اكبر نكبر نوسع الخرم دوت شوية. احنا دلوقتي عملنا ما هو علمنا من هنا، وهنبتدي بقى هنخرم خرم صغير تاني في ظهر المسمار من تحت، وهيبقى ده خرم صغير، ده مش هنوسعه، ده هيبقى خرم صغير بس، وهيبقى منفذ على الخرم الكبير. فاحنا عملنا اهوت، وادي بقى هنوسع هنا بقى بالبنطة الكبيرة مكان المسمار اللي احنا نحطه في المدفع نفسه. ولازم نحط برضو نقطتين زيت يا اخوانا على سبيل برضو البنطة ما تسخنش وتبوظ مننا يعني. احنا كده خلاص وسعنا وعملنا الخرم بتاع احنا كده منفذين الخرم الكبير ده على الخرم الصغير اللي تحت، منفذين على بعض اهو. ادي الخرم اهوت، وادي الخرم الصغير، والاتنين دول متوصلين ببعضهم، هما منفذين على بعض. وادي المسمار اللي احنا ايوه اللي احنا هنحط البارود ونضرب بيه اهو. انا مخرم المسمار نفسه خرم عشان هنربط فيه واير عشان ما يقعش مننا يعني اهو. لحمت انا بقى حتة الحديدة اللي هي السيخ ديت عشان يبقى يد، ده يد. وادي كمان المسمار اللي احنا هنربطه بالواير عشان تبقى ثابتة في المدفع نفسه اهو. بص انا بقى عملت هنا، عملت خرم صغير من الجنب اهوت بنسبة ميل كده اللي بيها ندخل فيها الواير اهو، ونروح رابطين عليها المسمار تمسكها كويس وتحكمها بص كده اهو. حطينا الواير في الخرم وهنربط عليها الصامولة بتاعتها، اتربطت بقت قوية اهيت. تمام اهي، بص تمام بقت قوية. ادي بص بقى ندخل المسمار اهو، المسمار بقى كده ما يقعش مننا ولا يضيع اهو. كده المدفع بقى جاهز للاستخدام. احنا بقى مجرد ما هنحط شوية الكبريت اللي احنا هنعمله زي بارود يعني، عيدان الكبريت نفسها هوريكم دلوقتي ايه اللي هيتم مع الكبريت. بنجيب الكبريت زي كده، عيدان الكبريت، ونكسر الراس بتاعتها يعني على قد زي ما انت عايز بقى. بتحط عودين تلاتة، بتحط 4 عيدان، 5 عيدان، 6 عيدان، 10 عيدان، اللي يناسبك. بس انت اعلم ان انت كل ما هتزود في كمية الكبريت ديت، لما تيجي تضرب بالمدفع هيعمل صوت اعلى، وده مش مستحب يعني. انت حاجة للاطفال، حاجة تلعبهم بيها يعني. هو عودين تلاتة بتاع كده اهو. انا بص عملت اهو شوية، واديني بهرسهم بكوباية
بطحنهم بمعنى اصح يعني بكوبايه اهي. طحنتهم. بعد ما بنطحنهم بحط عليها شويه من الشطاطه بتاعت الكبريت، بتاعت علبه الكبريت نفسها. بجيب الشطاطه وبنحك منها شويه، وهوريك دلوقتي برضه اهوت. ومش كتير يعني، هي حاجات بسيطه خالص يعني لا تذكر. بص بقى، هنجيب الشطاطه اهي. بننزل كده ايه بموس بسكينه، انا بعملها بقطر اهو. بص يعني حاجات بسيطه كده من الشطاطه، حاجات بسيطه خالص على الكميه دي. خلاص كده بقى بندبل كده. بالنسبه للمدفع بقى جاهز انه يتحط في المدفع ويتضرب. اه هنحط بقى في المدفع حبه من دول، وهنستخدمه وهنضرب، وهتشوف ان شاء الله النتيجه. اهو بص، ادي المدفع بقى جاهز اهو. بعمل ايه بقى انا هنا بقى، وهوريك حاجه. انا بحط هنا آه ادي بحط المسمار الاول ده، وبعد كده بحط عود خشب رفيع اهو في الفتحه اللي ورا دي، بوصلها للمسمار وبقطمها. خلاص على كده. ليه؟ عشان لما احط بارود ما يتكبش من الفتحه دي اهو. بحط بقى انا شويه البارود من هنا. وبرضه يكون في معلومك، لما تيجي تستخدم المدفع وتضرب بيه، يعني ايه، ما تقفش وراه على طول. يعني ما تخليش عود الكبريت، لانه عود الكبريت دوت بيضرب لورا، بتنطر، فعشان ما يجيش في رجلك يعني عود الكبريت. ما تقفش ورا المدفع وانت بتضربه. خليه جنبك كده. احنا عمرنا اهوت. هنحط المسمار بس بقى، بسحب بقى الايه الواير شويه كده عشان يبقى ايه المسمار ثابت مكانه. خلاص اهي، هي كده جاهزه للضرب. ادي اهي بنضرب. طبعا صوت الضربه مش واضحه هنا، هي كانت واضحه في اول الفيديو. بنعمرها مرة تانية اهو. بنحط برضو المسمار بتاعنا. وعايز اقول لكم على حاجة جزئية برضو. انت ايه، كل ما بعد ما تضرب كذا مرة تحاول تنظف الخرم دوت من جوه. يعني تجيب اي حاجة رفيعة كده وتدخلها وتنظف الخرم من جوه، لان فيه شوية بيبقى بواقي من الكبريت بتمسك جوه، فممكن تعكسك. لا، فانت نظفها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.